1989 ميلادي وضعت بحوث جمعها شخص يدعى عبد الله النفيسي كويتي، واسم الكتاب رؤية مستقبلية. هذه البحوث كانت تضع الخطط القادمة لمنهج الإخوان المسلمين. ماذا نصنع؟ كيف نستفيد من الأخطاء؟ وماذا نصنع في الحقبة القادمة؟ هذه البحوث كلها كانت تدور حول التحالف مع الليبراليين، والتحالف مع الأحزاب السياسية الشيعية، والتحالف مع الأحزاب الصوفية، والانفتاح على الجماهير ومشاركتهم وكسب الشعوب للقيام بعد ذلك بثورة شعبية. نتشارك مع غيرنا الكعكة. يعني الكتاب كله، أنا قرأت الكتاب كله، كتاب كل بحوثه، طبعا مجموعة من الإخوان المسلمين كبار. هذا الكتاب يقول سلمان العودة في عام 1425 في شهر 11 في أول لقاء يوم الاثنين في الصحوة ما لها وما عليها، قال: ماذا تنصح بالكتب؟ قال: أنصح بكتب القرضاوي وبكتاب عبد الله النفيسي رؤية مستقبلية. ارجعوا الانترنت، ادخل قناة المجد، ادخل من التاريخ، وأنا مسحوب عندي كله، أنا وش شفتها بعيني ثم مسحوبة لدي بالانترنت. فذهبت إلى الكويت أبحث عن كتاب رؤية مستقبلية، ما وجدت إلا عند مكتبة واحدة تبيع لعبد الله النفيسي. طبعا تعرفون عبد الله النفيسي؟ عبد الله النفيسي الآن صار هو منظر الإخوان المسلمين. طبعا تتعجبون، رجل كان متهم في الليبرالية، ثم متهم في الشيوعية، ثم متهم في القومية، ثم خبص، ثم صار جهيماني، ثم صار الآن إخواني من سنين، من 25 سنة هو إخوان، وله نصائح قوية في السياسة للإخوان المسلمين. قرأت كتاب رؤية مستقبلية كله، فإذا كل الذي أراه يفعله سلمان الآن وعايض كله موجود في هذا الكتاب بالنص.